راجل 10 على 10. اقسم بالله اول هام خلي بالكم البنت ما بصلوش خالص. ولو قالوا ما يقدروش يقولوه عشان الشعب بورسعيد هو اللي عايز. نجح في الدايره الثانيه غصب عنه عشان يسقط نجح برضه ونجح. وعلى كده نجح في الدوره دي، على كده انا بعتبره نجح برضه. هو نجح معلش، هو يستحق. معلش لما يجي لي انا بلدي، معلش لو انا بقى كنت مرشحه في التوقيت ده هقدم استقالتي. لما الاقي 50 متر 20 متر شكر من شباب ال40 حل مشكله الشحن والتفريغ. ايه ده بدري فكرني يا جماعه واسال فعرفت صح. بعديها ب 10 ايام شكر برضو من ناس بقى مش كاتبين اسامي، مش اليافط المضروبه، لا اسامي وناس انا عارفاها حل مشكله ودان الترسانه. لا بالظبط. ادي مشكلتين لما يجي واحد من بره. لما يجي لنا اعضاء مجلس الشعب يزوروا المستشفى وواحد يطلع من جيبه من دفتر الشيكات، بيمسك الملايه كده، الملايه ده بيطلع الدفتر كده وتريك من بره ب 25,000 جنيه. هي بلد ما فيهاش 25,000 جنيه عشان كان محل الخضره يتبرع لنا. لا طبعا الناس كانت مشتريه لعيبه وتدفع فلوس للجماعه. طب ما كانوا دفعوا لي بالظبط كده. ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ ده لازم المصنع اللي كانوا يعملوه هنا في الميه اللي كانت داخله هنا الحمى ودوها. يا اخي يعني المصنع ده لو اتعمل برضه هيبقى زي المصنع الثاني، مفيش حد هيشتغل. هو مصنع واحد بس اللي اتعمل، ما 30 مصنع. فاحسن ان هم يمشوه من هنا. يمكن عدم مجيته هنا احسن. زي واحد قاعد بيطلع لك رساله، بيعمل لك المصلحه هنا بس في حاجه قدام منك بس مش عارف تطولها. يبقى يشيلوها احسن. يعني لو يشيلوا البترول ده والكلام ده من عندنا احسن. يبقى زي اسماعيليه كده. حاجات علما بقى بنتكلم على موضوع بقى الميه دي، طبعا كلنا اساسا ملتزمين بيها. المشاريع اللي هي داخله كلكم اكيد واحد في الصيف ما بيتكفيش بيره عشان علما بقى ان لو اتجمع كل الفلوس اللي اتعملت حسبت هتلاقي ان احنا بندفع اكتر منهم. ان هم بيدفعوا بسعر واحنا بندفع بسعر تاني. ففي حاجات كتير وفي مواضيع كتير وفي حاجات كتير نفسي ان انا اكون سبب ان انا نفسي ان انا اكون سبب ان انا اسعد الناس. دي حاجه انا بتمناها ودعيت على نفسي قبل ما ادعي على اي حد. نعم جد. لو انا دخلت البني ادم كويس محترم الكرسي ما بيضيفلوش، بل بالعكس هو اللي بيضيف للكرسي ويحاول يسعى ويسعد الناس وقد ايه ان هو يخدمهم. بس دلوقتي عندنا حاجه بقى صلى على النبي. دلوقتي انا حصل مني خطا حبس وطلعت من السجن، قضيت العقوبه وطلعت من السجن. تمام؟ خليكم معايا في الموضوع ده ركزوا شويه. يسيبونا لغايه ما اعمل حاجه اوسخ من اللي انا اتحبست فيها، ولا يشوفوا لي شغلانه بحيث ان انا ااكل عيالي، اشوف مصاريف بيتي، اجيب لي حق علبه سجاير، بدل ما انت بتضطرني ان انا اعمل حاجه اوسخ من اللي كنت اتحبست فيها. يعني انا قضيت 12 سنه مثلا و10 سنين عقوبه انا استحقها. مش هقول لك مثلا كلنا بنغلط نتعاقب. شوف انا بقول لك ايه، استحقها. بس انا بعد ما طلعت مفيش اخصائي اجتماعي بعت لي قال لي تعالى اتفضل انت دلوقتي حبست، هتشتغل ايه بعد كده؟ والله مش عارف، اعمل لي نص البودره، يعمل لي نص الفرد. احنا كده بنستعمر بلدنا من تاني بايدينا. يخلي الاستاذه منى معديه في شارع واقف عليها سلاح واخلعها دهب. صح ولا مش لا صح؟ صح، لا كلامك صح. صح ولا لا؟ طبعا. طيب احنا معانا واحد هنا اخونا يعتبر ابن عمنا طالع من 12 سنه محدش تف في وشه لغايه دلوقتي، لغايه ما راح الدنيا كلها محدش معاه لا في كشك ولا في عجله. هقول لك حاجه، هو الموضوع ده لعلمك انا بحب قوي اسمع فيه. انا عملت كشك واحد، عارفين مسجد حمزه؟ في كشك قدام اسمه نور الإيمان. كشك كده عبد العزيز الله يرحمه. دخل. انت عارف مين اللي عامل له الكشك؟ عارف؟ انا الله يرحمه. عايزه اقول لك على حاجه، انا حزنت جدا على الراجل ده. برضه كان طالع من ده لا ده كان مواويل، كان مواويل. الراجل ده عجبني جدا جنب المعرض بتاع معرض السيارات الإمام. الراجل ده لما جالي وقال لي الموضوع كذا كذا ووراني الفيش بتاعي، انا قلت بصراحه حد رميه عليا. قال لي انا كويس اني قريبه وقاعد. قال لي بصي انا الناس كل السويس قالوا محدش هيقف جنبك غير منى. قلت له امرني انت عايز ايه؟ هو راح الحزب وحصلت معاه مشاكل والناس اتخانقوا معاه واتضرب حصلت شده. فانا توقعت ان الراجل ده جاي عايز ايه بالاخر، عايز ياخد حسني مبارك. فانا رحت ايه اقول له طب انت في ايه يعني؟ قالوا لي منى مالكيش دعوه بيه. قلت له تعالى
انت قول لي عايز ايه؟ قال لي بصي انا الفيش بتاع بقى مش فيش واحد 10 فيش، انا معايا ورقه حتى لغايه دلوقتي في كل المواضيع. قلت له بص هقول لك حاجه، انت شكلك كده عايز تقابل الرئيس، انا مش هينفع اخليك تقابل الرئيس. قال لي رئيس ايه يا استاذ؟ مش عايز اقابل الرئيس، انا جاي اسال عليكي عشان بقول موضوعي كذا كذا فالناس كانوا معايا. قلت له بقول لك عايز ايه؟ قال لي انا عايز كشك. قلت له القصه دي كلها شغل كشك. قلت له بقول لك انت ساكن فين؟ قال لي انا ساكن في المكان الفلاني، ساكن ورا الكشك على طول مره. قلت له بقول لك انت عملت ايه في حي ال 40؟ قال لي حي ال 40 قالوا لي لازم 500 جنيه وانا معيش 500 جنيه. قلت له 500 جنيه ان شاء الله. قال لي قلت له بقول لك بكره خد تعالى. قال لي قلت له كان الكلام ده ايام ممدوح الزويري، تروح تبني الكشك. الراجل قام راجل راح بنى الكشك، الحمد لله الحمد لله. الراجل ده فعلا اتمنى من كل الحاجات. انا عارفه كان واقف جنبي قد ايه، لاني كان جدع جدا وراجل جدا جدا محترم جدا جدا. اقسم بالله العظيم دي شهاده هتحاسب عليها. فجي بعد كده ايه بتوع حي ال 40 مشاكل وخناقات وحكايات. قلت لهم لا، قلت لهم بصوا رحت بقى الحي قلت لهم بصوا بقى الراجل ده قصه. بعت فاكس رئيس الوزراء كان ساعتها عاطف عبد فاكس بقى ايه سريع بقى محترم. جه بقى احنا بنطالب كشك، مش بنطالب شقه، مش بنطالب عشان ده جينا بعد كده ايه الراجل بقى قلت له بس خلي بالك انا قال لي بص بتوع اسم ال 40 ومش اسم ال 40. قلت له بص بتوع اسم ال 40 انا هكلمهم، الناس محترمين ولما يعرفوا ان انت توب. اصل ده كان مصنف اكبر رجاله صح. انا مش عارفه يعني ايه الكلمه دي والله. انا اعرف ان بتوع ال 40 ساعدوه برضه، منهم واحد اسمه محمود صلاح الله برضه ساعد في الموضوع ده. يمكن جالي او الله اعلم، انا ما اعرفش. انا اعرف ان هو برضه قال لي ان انا ساعدت ان انا اعمل له كشك دلوقتي. لقيته قلت له ايه لا طيب كده خلاص انا كلمتك بتوع الاسم ان محدش يجي لك وكده. في الاول ناس كتير ما كانوش مصدقين ان هو هيجي، قالوا لك ده كان بيكسب مكاسب قد ايه، دلوقتي هيوافق بكشك. قلت لهم دلوقتي هو عنده قناعه من عند ربنا. الراجل كان بيصلي الفرد بفرد ما شاء الله. فتره السجن دي علمته بقول لك بقى راجل بامانه مفيش بعد كده. مش عايزه اقول لك انا كنت بقع في مشاكل كنت بتصل اقول له انا عايزك تقف جنبي في المشكله، انا عايز ايه اكتر من كده والله العظيم ثلاثه. فقلت له خلاص مش عارف انت مالكش. عملنا كشك وعملت رخصه قابلت بيها ممدوح الزويري اقسم بالله العظيم جري ورايا يجري وانا اجري وراه يقول لي بس مش ناقصه انت بتشتكيني. قلت له يا فندم مش بشتكيني، بقول لك ايه انا عمري ما اتكلمت. الراجل ده يا عم عرفني يعني انتوا تخلوا المسيحيه ليها خير عليه وانت لا. لا انا الكلمه دي انا بعرف اناقش الناس. لا انا لازم انكشه. قال لي تصدقي غلبتيني يا شيخ والله انا عارف والله العظيم ممدوح الزويري. قلت له طب يا اخويا ما انا غلبت كده امشي. مضى اتعمل المشي خلاص. جيت بقى ده عارف بقى الحسن بعد كده ساعه لما كان هيفتتح مسجد حمزه طوله في حي ال 40 اللي هو عبد العال يتشال الكشك. الراجل بقى جالي قلت له بقول لك ايه تعالى مش حاجه. لا ده ما الراجل جالي قال لي الحقيقه هيتشال الكشك. قلت له الكشك مين اللي يتشال؟ قال لي قلت له يا عم ده بصمه في حياتي انا. الموضوع ده انا حباه، انا عملت اكشن كتير وعملت حاجات كتير بس ده بالذات انا فرحانه بيه لان كنت كل شويه اروح اقول لفران اعدي عليه واقول له خلي بالك انا حاطاك تحت المراقبه سيبك من اللي هم انا بقى ابنهم انا عايزاك تكبرني. قال لي والله العظيم يا استاذ فعلا انا مش جه بعد كده بقى ساعه المسجد عبد العال عمل لي فيلم اللي هو عبد العال ايوه ثاني قمت انا خدت الورق لا مش هصور هو داخل الساعه 8 انا واقف. قلت له خدت معايا حضرتك في موضوع المسجد. قال لي خير انا لسه ما استبعتش. صمت ايه؟ تاخد الورق ده ما نمشي بقاله يوم وبطنه متكتكه. قال لي في قلت له اللي هو عبد العال قال له 1 2 3 وان هو لازم يشيل. قال لي طب بصي انا هجيب الاثنين وانتوا الاثنين واقفين خليهم واقفين 9 2 6 فكونوا ايه انت وليه عبد العال. فالمحافظ في مكتبه اللي هو عبد العال ودخلنا اللي هو عبد العال بقى ايه قال كلام ما حصلش. انا عارفه طريقه الراجل كويس قال ده شتمني ومش عارف ايه واتحكم عليا يا فندم وعمل ايه يا فندم. اللي هو عبد العال اللي بيقول كده؟ والله العظيم ده ابن وسخ اصلا انا عارف. ما هو اللي بكلمك عليه محمود. ثانيه بقى انا اللي بكلمك عليه انا دخت يا سنه طالع دخت مع المحافظ ابن الوسخه دوت ومع ما هقول لك ايه طيب هقول لك ايه طب انا معايا بقول لك اسره ايه ثانيه واحده اللي انت عايزه اعمله يعني انا معايا اسره اجيب منين واصرف منين؟ بالراحه اللي انت عايزه انا هعمله لك وسيبك من موضوع الانتخابات دي قصه انا عايزه اخد بيها ثواب بس وانا اقف معاك وانا معاك في اي
اي موضوع الموضوع خد عشان تبقى فاهم. قلت له على كشك، قلت له على جنينه كانت مفتوحه اتسرقت الجنينه، الكشك بتاعها اتسرق اللي انا كنت هروح اخدها اتسرق. يعني بتوع الخرده سرقوا الكشك اللي هم عاملينه. يا عم اصبر انا ورحنا قلنا الكلام ده وانا فاهمك اللي حصل برضه. يا باشا ايه محمود اديني فرصه يا محمود الكلمتين خلصهم بقول يا محمود اديني فرصه يا محمود مش معقول كده. فجه عبد العال قعد يقول تيك تيك، وانا بقى بصراحه اكتر حاجه تضايقني بني ادم كبير ويكذب، لان الراجل حكى لي اللي حصل بالظبط وانا صدقت الراجل اكتر من اللي هو عارفه. اتنرفزت واتضايقت، فانا قلت للواء يا سيد بقى، قلت له اوعى بقى تفهمني ان اللواء الزهيري كان احن على الناس من حضرتك. قلت له ايوه بس الباب بقى لان عبد العال قاعد بسم الله لا اشتكي. قال لي اصلك الوزراء هتعدي عشان هتكتب في المسجد، طب نشيله وبعدين نرجعه. قلت له ما تشيلوش، ده يمكن المسجد ده اتعمل بدعوات الراجل ده، انت عارف المسجد ده اتعمل بدعوات مين؟ وتقول لي الوزراء دي جايين 10 دقايق وهيمشوا. وبعدين المكان جميل، كنت جبت له كمان ثلاجه من مصنع الكاكول، بقول لك كان عاجبني، اقسم بالله كنت بروح ساعات اقعد عنده، عايز اكتر من كده. شوف بقى المشوار بتاع محمود لو خلص ممكن مشوار محمود اتكلم بيه على جنب. ماشي معاك لو سمحت يعني ما هنحكي بقى الموضوع. لا خلاص لا مصر كلها اخواتي كلها. ما انا وقت كده احسن. لا بس يعني بس فاهمني. فده ايه حاجه انا بحبها. انا في حاجه تبع وجهه الورق ده معمول لي محافظه واهداء للناس. انا يا جماعه نازله انا ولا معايا فلوس ولا عندي فلوس اصرفها، انا نازله اخدم الناس، نازله اخدم الناس هي اللي بتعمل لي الورق هدايا وبتبعتها والكلام ده. في ناس اخدم الناس، ناس تقف معايا عشان اكمل المشوار على عيني وعلى راسي. ولا انا معايا فلوس، انا لو انا معايا فلوس اروح اديها ملجأ الايتام، اروح ادفع مصاريف مدارس لحد ما دفعهاش لبتوع المعهد للناس الغلابه. بس انت بتقولي كده عشان ما معديش، انما لو معاك عايز اقول لك على حاجه، انا اول ما والدي توفى انا والدي يمتلك كفر احمد عبد القديم، لو تسالوا اسمه كفر راضي، وفي شارع باسم والدي اسمه شارع شوقي وشارع مريم وشارع راضي، تمام؟ صح؟ اول ما والدي توفى انا والدي كان مثل اعلى، انا ما حضرتش في حياتي غير جنازتين، الله يرحمه ابو بكر شيبوب اللي كان عضو مجلس محلي حي السويس، شخصيه انا بحب الراجل واحترمه. دي كان اول مره في حياتي احضر جنازه والدي اعتداد. وتاني جنازه كانت والدي ماشي عنده اسهم في كل الشركات وكان عنده البيوت دي وما زالت البيوت دي بتاعتنا. فلما يجي بقى في صندوق حاجه صعبه صاحب كل الصندوق، فانا الموضوع ده هزني شويه. الحمايه بتاعتنا ازيس اللي قدام فهيم الفكهاني، انا بقول عشان حد يروح يسال، انا كان طالع لي من نصيبي في الورث ده عمارتين في كفر احمد عبد القديم ومجموعه من الاسهم من الشركات وشقه في شارع طلة قلزه. رحت كتبت عليها تنازل لامي والاخت بتاعتي، انا مش عايزه حاجه. جزاك الله كل خير. فالفلوس عمره اللي بيغير البني ادم ده يبقى بني ادم ما عندوش اصل. بس يعني الماده دي لا شيء، الماده دي احنا اللي بنجيبها. هي اللي بتغيروا الماده اللي هو ما بيبقاش معاه من الاول وبيجي بيبقى شبع من بعد جوع. الماده تتجاب باي طريقه، ما هو ممكن يجيب اكتر من اي حد، بس هو عايز يعملها ايه؟ بالحلال عشان ربنا يبارك. واحد زي ده نقف جنبه ونساعده وندعمه ولا نقول له لا ونقفل له الابواب؟ يبقى معلش بقى لو قال لكم البلد دي ما تزعلوش، انا جيت لكم مره واثنين وثلاثه، والبني ادم طاقه بقى، انا اتحملك النهارده واتحملك بكره واتحملك 10 مرات، لكن في مره مش هتحملك بس. فهو ده اللي انا ماشيه بيه، والله على ما اكون مش الله ربنا يوفقك. خلاص يا عم ايدك تعبت، تعال نشرب.